محاولة وبتوصل قريبة، يلعبها كرة على طاير، الله! جول القحطاني، القحطاني عن كل الكرات، عن كل الوقت اللي ضاع هو يختصره، اختصر 43 دقيقة في 30 ثانية. عبد الرحمن القحطاني في اللقطة الأخيرة، وهدف حلو للنصر، لأنه كان معقد النصر على نفسه في الكرات اللي داخل 18، لكن القحطاني اختصر في 30 ثانية. شوف اللعبة على طول في بلمسة كانت على الطاير. شوف اللعبة من عبد عطيف إلى القحطاني، ما سكنها إلا بالشبك، الشبك اللي سكنه، وبالتالي هدف نصراوي في اللحظات الأخيرة. شراحيلي أو إبراهيم غالب يلعب له كرة في الأمام، يوفي خلاص، لعبة مرسومة بعطيك إياه، مرسومة خلاص، بالك عدل ما تحطها بالجول. الإكوادوري سجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة. الثاني يأتي يوفي الإكوادوري. شوف اللعبة، إبراهيم غالب عملها في بالقياس حقيقة، ما عملها بمكان مثالي جدا، بين ثلاثة عملها في كرة واحدة، ضرب بالدفاع الوحداوي بتمريرة 3 لاعبين الوحدة بكرة واحدة عملها إبراهيم غالب، وحطها في الجول هو اليوفي الإكوادوري، وبالتالي هدف الثاني للنصر. المدرب يعشق الطريقة الهجومية، وكرة ملعوبة الآن أمامية، ومحاولة خطرة وحداوية، جول! جول وحداوي في الجول. من اللي سجله؟ اعتقد عسيري او اسلام سراج يسجل هدف الوحدة الأول ويقلص الفارق في لعبة. شوف في العمق الدفاعي وكرة محاولة، والله مهند عسيري تمريرة بينية على طول. مهند عسيري سجل هدف الرابع في البطولة في المسابقة، والهدف الأول للوحدة في مرمى النصر، وبالتالي هدف تقليص الفارق الآن في موقف ممكن. والله طبيعي يعني اي زي ما انت شايف الوضع اختلف والتكتيك اختلف، فاكيد يعني ان المدرب طالب تحضير اكثر، عدم استعجال، ان نلعب باصات بيننا وبين بعض كثير، يعني ما نفكر في الجول راح يجي، يعني اكيد مع الباصات انك راح تتقدم، ما راح تلعب مكان واحد. الحمد لله هذا اللي طبقناه وقدرنا نتوفق فيه. احمد، نزولك على الطرف كانت الصوره واضحه بتوجيه المدرب ان تكون على الطرف رغبه في استغلال ضعف اللياقه ام ضعف الخانه في الوحده؟ والله هو